كان بطل نايين مجرد طالب جامعي بسيط يعيش حياة عادية للغاية، وفي ذلك اليوم كان متحمسا للاحتفال بعيد ميلاد حبيبته شيا، لكنه لم يكن يعلم أن هذا اليوم سيقلب حياته بالكامل رأسا على عقب. فبينما كان في طريقه إليها يقع أمامه حادث سيارة مروع ينهي حياته في لحظة واحدة، وعندما يفتح عينيه مجددا لا يجد نفسه في المستشفى ولا حتى حيا بين الناس، بل يقف مذهولا أمام جنازته الخاصة يشاهد صورته معلقة، بينما تقف حبيبته شيو وأقرب أصدقائه يبكيان بحرقة شديدة. في البداية يظن المسكين أن الاثنين محطمان فعلا بسبب موته، لكن بعد لحظات فقط يلاحظ أمورا تكشف الحقيقة كاملة، فيدرك أن هذا الحزن مجرد تمثيل رخيص، وأن الشخصين اللذين وثق بهما أكثر من أي أحد آخر هما السبب الحقيقي وراء موته بالكامل. عندها ينفجر غضبا ويصرخ في وجهيهما مطالبا إياهما بالتوقف عن هذا التمثيل السخيف، ثم يتوعدهما بأنه إن حصل على فرصة ثانية للحياة فلن يرحمهما أبدا ولن يترك هذين الخائنين يعيشان بسلام. وفجأة يبتلع الظلام كل شيء حوله ويشعر وكأنه يغرق داخل فراغ لا نهاية له، قبل أن يسمع صوتا ميكانيكيا باردا يدوي داخل رأسه معلنا أنه تم رصد كراهية شديدة لدى المضيف، وأن النظام الخاص يجري تفعيله فورا. يصاب بطلنا بالصدمة ويبدأ بالنظر حوله بجنون غير مصدق لما يحدث، لكنه بعد لحظات يضغط على أسنانه بغضب ويعلن أن وقت الانتقام قد حان. أخيرا يخبره النظام أن عليه في هذه الحياة الجديدة استعادة كل ما فقده، وأن الطريقة الوحيدة للبقاء حيا هي زيادة نقاط حياته من خلال رفع مستوى إعجاب الفتيات الجميلات به. لكن قبل أن يستوعب الوضع بالكامل تظهر أمامه تحذيرات حمراء مرعبة تعلن أن ما تبقى من عمره لا يتجاوز 5 ثوان فقط، وأن عليه التصرف فورا وإلا سيموت من جديد. يتجمد بطلنا من الرعب للحظة، لكنه يلمح أمامه مباشرة الجميلة لينمو، فيقرر استغلال الفرصة فورا ويقول لها بكل جدية إنها أجمل من شيو ب100 مرة، وإنها الملكة الحقيقية لجمال الصف بأكمله. تتحول القاعة إلى صمت تام بينما تحدق لينمو فيه بذهول وتسأله إن كان جادا، لكن في اللحظة نفسها يصدر النظام إشعارا جديدا معلنا اكتشاف لينمو بمستوى جمال 86، ثم يعلن نجاح الارتباط بها وأن مستوى الإعجاب الحالي لديها -9، وبعد لحظات فقط يرتفع مستوى الإعجاب إلى 2 ليكافئه النظام مباشرة ب2000 نقطة حياة كاملة. يتنفس بطلنا السعداء بعدما نجا من الموت في اللحظة الأخيرة، ثم يتعهد داخليا بأن انتقامه من شيو وجياكاي لم يبدأ بعد، بينما يبدأ بقية الطلاب بالهمس والسخرية مما حدث، إذ يستغرب الجميع كيف أن الشاب الذي كان يلاحق شيو طوال الوقت أصبح فجأة يتقرب من لينمو، بل إن بعضهم يعتقد أنه فقد عقله أو تناول دواء خاطئا. لكن لينمو نفسها تبتسم بخفة وتسأله بسخرية إن كان قد توقف أخيرا عن الركض خلف تلك الفتاة المتصنعة. شيو عندها يجيبها ببرود بأنه كان أعمى في السابق، لكنه الآن يرى الحقيقة بوضوح تام. وخلال حديثهما يلاحظ بطلنا كريما فاخرا للعناية بالبشرة في يد لينمو، فتسأله إن كان يعجبه المنتج ليبتسم فورا ويخبرها بأنها لا تحتاج إلى كريم واحد فقط، بل إنه سيشتري لها مجموعة عناية كاملة بالبشرة. تتفاجأ الفتيات المحيطات به بينما تسارع إحداهن لإخباره أن ثمن هذه الزجاجة وحدها يعادل مصروفه لعدة أشهر. لكن بطلنا لا يهتم أبدا، بل يواصل بثقة عرضه بشراء غسول وتونر وسيروم وكريم فاخر ضمن مجموعة متكاملة بالكامل، ثم يمد يده نحو لينمو ويدعوها للذهاب معه فورا لشراء كل ذلك. ترفع لينمو حاجبيها باستغراب وتسأله إن كان يملك فعلا الجرأة للذهاب معها، لكنه يجيب فورا ودون أي تردد بأنه جاد تماما. وبعدها يتوجهان معا إلى متجر ضخم لمستحضرات التجميل، وبمجرد دخولهما المتجر يسأل بطلنا عن أفخم مجموعة للعناية بالبشرة، لكن أحد الموظفين ينظر إليهما باحتقار واضح ويسخر منهما قائلا إن مجرد الاستمتاع بهواء المكيف داخل المتجر أكثر مما يستحقانه، بينما يضيف موظف آخر بسخرية أن أمثالهم يأتون فقط للمشاهدة وليس للشراء. لكن في هذه اللحظة يعود النظام للظهور ويعلن تفعيل وضع الاسترداد الجمالي، حيث يجب على المضيف إنفاق المال على الهدف المرتبط، وسيتم إعادة كل الأموال التي ينفقها على
على الفتيات الجميلات مباشرة إلى حسابه مع زيادة المكافآت. كلما ارتفع مستوى الجمال يفهم بطلنا الأمر بسرعة ويبتسم، لأنه أدرك أن كلما أنفق أكثر زادت أرباحه أكثر، فيؤكد له النظام أن فهمه صحيح تماما. عندها يلتفت مباشرة نحو الموظفين ويطلب منهم تجهيز أغلى وأفضل مجموعة للعناية بالبشرة في المتجر بالكامل. وفورا يقترب موظف آخر هذه المرة باحترام شديد ويسأله كيف يمكنه مساعدته، فيطلب منه بطلنا إخراج أفخم سلسلة عناية بالبشرة وتجهيز 10 أطقم كاملة دفعة واحدة. تتسع عينا الموظف من الصدمة ويبدأ بالتلعثم وهو يخبره أن سعر الطقم الواحد يقارب 180 ألفا، وأن مجموع 10 أطقم سيصل إلى 1,800,000 كاملة. لكن أحد الموظفين الآخرين ينفجر ضاحكا بسخرية ويقول إن الموظفين الجدد يخدعون بسهولة، لأن هذا الشاب الفقير يتظاهر فقط، ثم يتباهى قائلا إنه إن تمكن فعلا من شراء طقم واحد فسوف ينحني له 3 مرات احتراما. لكن بطلنا لا يكلف نفسه حتى النظر إليه، بل يخرج بطاقته البنكية بهدوء تام ويطلب منهم تمريرها فورا. وفي اللحظة التالية يعلن النظام نجاح عملية الدفع وتحويل مبلغ الاسترداد الجمالي مباشرة إلى حساب المضيف، ثم يطالبه بالتحقق من الرصيد. وعندما تظهر عبارة نجاح العملية على جهاز الدفع يتحول وجه الموظف المحتقر إلى اللون الأبيض فورا، بينما ينحني بسرعة شديدة معتذرا ومؤكدا أنه سيقوم بتغليف كل شيء فورا. أما الموظف المتبجح الآخر فيقف مصدوما بالكامل غير قادر على تصديق ما حدث، بينما تبتسم لينمو بخفة وتسأله بسخرية لماذا أصبح الأمر مستحيلا الآن، رغم أنه قبل دقائق فقط كان يتفاخر بأنه سينحني 3 مرات إن تمكن بطلنا من الشراء. ثم تطالبه بتنفيذ وعده فورا أمام الجميع. وفي وسط هذه الفوضى يصل مدير المتجر مع عدد من العاملين بسرعة كبيرة، وما إن يعلم أن بطلنا هو من قام بهذه الصفقة الضخمة حتى يستقبله بأقصى درجات الاحترام ويهنئه على حصوله على عضوية الماس الأسود الخاصة بالمتجر، ثم يلتفت بغضب شديد نحو الموظفين الذين أساءوا معاملته ويسألهم كيف تجرؤوا على التصرف مع عميل مهم بهذه الطريقة. قبل أن يأمر بطردهم فورا من العمل تبدأ الموظفة المطرودة بالبكاء والتوسل طالبة فرصة أخرى، لأنها تعيل عائلتها وتعترف بخطئها وتعد بعدم احتقار أي شخص مجددا. لكن المدير يرفض تماما أي أعذار ويأمرها بالمغادرة فورا دون نقاش. أما بطلنا فلا يهتم بكل هذه الفوضى، بل يلتفت نحو لينمو مبتسما ويخبرها بأن عليهما متابعة التسوق لرؤية الأشياء الأخرى التي تعجبها، وأن بإمكانها استخدام كريم الوجه لاحقا. فتظل لينمو تحدق فيه بدهشة واضحة ممزوجة بخجل خفيف، غير قادرة على فهم كيف تغير هذا الشاب بهذه السرعة. وفي تلك اللحظة يصدر النظام إشعارا جديدا معلنا ارتفاع مستوى إعجاب لين 50 نقطة كاملة، مما يؤدي إلى زيادة عمر بطلنا 50 يوما إضافية ليصبح رصيد حياته الحالي 52 يوما. بعدها ينحني مدير المتجر مجددا شاكرا بطلنا على التسوق من متجرهم ومتمنيا أن يعود مرة أخرى. وفي طريق العودة إلى الجامعة تنظر لينمو إليه بخجل وتسأله كيف يمكنها رد الجميل بعدما اشترى لها كل هذه الأشياء، لكنه يضحك بخفة ويجيبها بأن كل ذلك مجرد أموال بسيطة وأن رؤيتها سعيدة تكفيه تماما. وعندما يعود الاثنان إلى الحرم الجامعي تبدأ جميع الأنظار بالتوجه نحوهما فورا، بينما يهمس الطلاب بدهشة بعدما رأوهما يعودان معا محملين بأكياس المشتريات، غير قادرين على تصديق أن الشاب الذي كان الجميع يسخرون منه قبل ساعات فقط أصبح فجأة شخصا غامضا يملك المال والثقة والقوة، وكأن إنسانا مختلفا قد عاد إلى الحياة داخل جسده بالكامل. ما إن عاد بطلنا إلى الحرم الجامعي برفقة لينمو حتى بدأت نظرات الجميع تتجه نحوهما بصدمة واضحة، إذ لم يتمكن أحد حتى من استيعاب كمية الحقائب الفاخرة التي كانا يحملانها. لكن وسط هذه الأجواء خرجت شيانغ شوا ساخرة وهي تطلق كلماتها الحادة مدعية أن سيلين مجرد فقير تم رفضه من قبل شيو، لذلك بدأ الآن بالتعلق بلينمو بدلا منها. لكن هذه الكلمات جعلت نظرات لينمو تصبح باردة فورا، إذ رفعت رأسها بثقة ونظرت مباشرة نحو الجميع متسائلة من الذي يملك الجرأة ليصف حبيبها بالفقير. أما شيو نفسها فاكتفت بالضحك بازدراء وهي تؤكد أن سيلين ليس سوى قمامة قامت برميها منذ وقت طويل. بينما بدأ بقية الطلاب بإضافة المزيد من السخرية، حيث حاول أحدهم تحذير لينمو من الانخداع بكلامه المعسول، في حين
لين أخبرته فتاة أخرى أن عليه على الأقل التوقف عن التمثيل إن كان فقيرا فعلا، بل إن أحد الشباب صاح به طالبا منه العودة إلى قريته بدلا من التصنع داخل الجامعة. لكن وقبل أن يستمر هذا المشهد أكثر، ينفجر فجأة ضجيج ضخم من خارج المبنى، فيلتفت الجميع بدهشة لمعرفة ما الذي يحدث، وما إن يخرجوا حتى تتجمد أعينهم من شدة الصدمة أمام المنظر الخرافي الذي ينتظرهم. كانت عشرات السيارات الفاخرة مصطفى أمام الحرم الجامعي، بداية من السيارات الرياضية السوداء اللامعة وحتى الليموزينات وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، بينما كان عدد من الأشخاص ببدلات رسمية يحملون صناديق هدايا باهظة الثمن وحقائب مليئة بالمنتجات الفاخرة ويسيرون نحو الداخل بكل احترام. تبدأ الفتيات بالصراخ من الدهشة متسائلات لمن جاءت كل هذه الأشياء وكم تبلغ قيمتها، بينما يقف الشباب مذهولين غير قادرين حتى على تخيل حجم هذه الثروة، ويتساءلون من يكون السيد الشاب الغامض الذي يملك كل هذا المال. وفي تلك اللحظة يتقدم عدد من الموظفين الرسميين نحو بطلنا مباشرة، ثم ينحنون له باحترام شديد ويخبرونه بأنه أنفق اليوم داخل مركز التسوق العالمي مبلغ 1,680,000 يوان، ولذلك جاءت فرقة كبار الشخصيات خصيصا لتوصيل جميع مشترياته بشكل شخصي ويطلبون منه التأكد من البضائع. يبتسم بطلنا بهدوء ويشكرهم على تعبهم، لكن المفاجأة الأكبر تحدث عندما يتقدم أحدهم ويقدم له بكل احترام بطاقة سوداء فاخرة، معلنا أنها بطاقة عضوية الماس الأسود التي ستمنحه أعلى مستوى من الخدمات داخل المركز التجاري بالكامل. وبدون أي تردد يلتقط بطلنا البطاقة ثم يتجه مباشرة نحو لينمو ويخبرها أن كل هذه الأشياء تخصها هي وحدها، وأن البطاقة أيضا أصبحت لها تتسع عينا لينمو بالمعان واضح، بينما يكسو الخجل وجهها وهي تخبره أنها تشعر بالإحراج لأنه اشترى لها كل هذه الأشياء. أما الطلاب المحيطون بهم فيدخلون في حالة صدمة حقيقية بعدما أدركوا أن قيمة هذه المشتريات وحدها تجاوزت 1,500,000 يوان. يحاول الجميع استيعاب الأمر بينما تعلن لينمو أمامهم جميعا وبصوت هادئ لكنه مليء بالفخر أن سيلين كان دائما شخصا منخفض الظهور، وأن أمثالهم لن يفهموا قيمته الحقيقية أبدا. تشتعل تشيانغ شوا غضبا فور سماع هذه الكلمات وتصرخ بانفعال متسائلة: كيف أصبحت لين مو متغطرسة إلى هذا الحد؟ وهل جنت فعلا لتصدق أن سيلين أنفق عليها كل هذه الأموال؟ لكن بطلنا يرد عليها بنبرة باردة مؤكدا أن الطريقة التي يصرف بها أمواله ليست من شأنها إطلاقا. تبدأ تشيانغ شوا بالارتجاف من شدة الغضب وتصفه بالإنسان الحقير، لكنها تتفاجأ هذه المرة بأن أحدا لم يقف بجانبها، بل إن بقية الطلاب أنفسهم انقلبوا ضدها وبدأوا بمهاجمتها، مؤكدين أنهم كانوا يظنونها فتاة بريئة ولطيفة، لكنها في الحقيقة مجرد ملكة دراما. بل إن البعض أخبرها صراحة أن لين تستحق لقب أجمل فتاة في الصف أكثر منها بمراحل. وعندما تسمع تشيانغ شوا هذه الكلمات تنهار بالكامل وتبدأ الدموع بالتساقط من عينيها بينما تعجز حتى عن الرد عليهم. وفي الليلة التالية تجلس تشيانغ شوا مع زهاوكاي وهي تشكو له بحزن من الطريقة التي عاملها بها سيلين، مطالبة إياه بفعل شيء من أجلها. وهنا يظهر الغضب البارد داخل عيني زهاوكاي وهو يؤكد بأسنانه المطبقة أنه سيدمر سيلين تماما. لكن رغم ذلك تتظاهر تشيانغ شوا بالقلق وتطلب منه ألا يفعل شيئا متهورا لأنها ستشعر بالسوء، بينما كان زهاوكاي في داخله يفكر بأن هذه الفتاة الغبية لو أنه فقط تمكن من السيطرة على يين سابقا لكانت كل هذه الأموال ملكه الآن. ومع ذلك يتظاهر بالحزن ويطلق تنهيدة طويلة قبل أن يخبرها أن كل شيء خطؤه لأنه ما يزال عديم الفائدة حاليا، لكنه يعدها بأنه بعد التخرج سيعمل بجد وسيمنحها هدايا أغلى من تلك التي قدمها سيلين. بألف مرة تتأثر تشيانغ شوا بكلامه بشدة وتخبره أنه شخص رائع جدا، ثم يبدأ الاثنان بتقبيل بعضهما دون أن يدركا أن هناك شخصا مختبئا خلف الأشجار يقوم بتصوير كل شيء منذ البداية. وبمجرد انتهاء التسجيل يغلق ذلك الشاب الكاميرا وهو يضحك بسعادة لأنه تمكن من تسجيل 5 دقائق كاملة، مؤكدا أنه لو تأخر قليلا لفاته هذا العمل الأسطوري بالكامل. وفي الجهة الأخرى كان بطلنا جالسا داخل غرفته في السكن الجامعي حين تصله فجأة رسالة من لين تحتوي
تحتوي على فيديو قصير يفتح الفيديو ليشاهد لين وهي تمارس اليوغا أمام الكاميرا، وتخاطبه بصوت ناعم قائلة إنها تعبت من التمرين، وتسأله إن كان يريد التدريب معها. يتجمد بطلنا لثوان من الصدمة قبل أن يضحك، وهو يعترف بأن لين مجذبة بشكل خطير فعلا، وأنها أشبه بقنبلة جمال متحركة. لكن قبل أن يستمتع أكثر بالمشهد، ينفتح باب الغرفة بعنف، ويدخل صديقه السمين صارخا طالبا منه التوقف عن مشاهدة هذه المقاطع والنظر إلى شيء أهم، ثم يسلمه هاتفه. وعندما ينظر بطلنا إلى الشاشة، يكتشف الفيديو الذي تم تصويره لتشيانغ شوا وزهاو كاي وهما يتبادلان القبل داخل الغابة. يشعر صديقه بالاشمئزاز، وهو يعلق على أن الفتاة التي كانت تبدو وكأنها ملاك طاهر ليست سوى شخص منحط في الحقيقة. لكن بطلنا يكتفي بابتسامة باردة، ويعلق بسخرية على جودة التصوير العالية، ثم يؤكد بهدوء أن هذين الحقيرين لا يستحقان حتى غضبه، وأنه سيدمرهما ببطء شديد. بعدها يخبره صديقه بأنه من قسم الأدب، وأن فتاة تدعى تشوفي طلبت مقابلة بطلنا في اليوم التالي عند الساعة 3 مساء. وفي اللحظة نفسها يصدر النظام إشعارا جديدا معلنا اكتشاف فتاة استثنائية بمستوى جمال 90 نقطة تدعى تشوفي، وأنها مرتبطة بشكل وثيق بزهاو كاي، لذلك يجب على المضيف التصرف بحذر. يبتسم بطلنا بخفة ثم يكتب قصيدة قصيرة من أجلها، وهو يتمتم داخليا بأن اللعبة الحقيقية بدأت الآن. وفي اليوم التالي يصعد إلى سطح الكلية حيث كانت تشوفي تنتظره بالفعل، وما إن يقترب منها حتى يعلن النظام نجاح الارتباط بها، ويخبره أن رفع مستوى إعجابها إلى نقطة واحدة فقط سيمنحه 10 أيام إضافية من الحياة. لكن المفاجأة الصادمة أن مستوى إعجابها الحالي به كان سالب 50. يتجمد بطلنا من الصدمة، ويتساءل إن كان قد نبش قبور أجدادها في حياته السابقة، لأنها تكرهه بهذا الشكل رغم أنه لا يعرفها أصلا. لكن قبل أن يفهم السبب، تهجم عليه تشوفي فجأة وتطرحه أرضا بعنف، وهي تصرخ بغضب أن امتلاكه للمال لا يعني أنه يستطيع فعل ما يشاء. ثم تبدأ بالدفاع عن زهاو كاي، مؤكدة أنه عبقري حقيقي والطالب المفضل لدى العميد، وأن بطلنا لا يملك الحق في تشويه سمعته. وبينما كانت تستعد لمهاجمته أكثر، يصدر النظام إنذارا جديدا معلنا تعرض المضيف للهجوم، ثم يقوم تلقائيا بتفعيل مهارة القتال من المستوى الأول. وفي اللحظة التالية يتحرك جسد بطلنا من تلقاء نفسه، ويتمكن بسهولة من قلب تشوفي وتثبيتها تحته بالكامل. تتجمد الفتاة من الصدمة وهي ترتجف غير قادرة على تصديق ما حدث، خصوصا أنها تدربت على الفنون القتالية منذ طفولتها. بينما ينظر إليها بطلنا بنظرة باردة، ويسألها مباشرة عما قاله زهاو كاي عنه، وهل أخبرها فعلا بأنه مجرد لص ومحتال. تحدق تشوفي بغضب في وجه بطلنا، ثم تفتح هاتفها بسرعة وتعرض عليه القصيدة التي يتهمه زهاو كاي بسرقتها منه، مؤكدة أن هذه الكلمات كتبها بنفسه من أجلها، وأن الدليل واضح أمامه. لكنها تتفاجأ عندما يضحك بطلنا بهدوء ويسألها ماذا لو أخبرها أن زهاو كاي نفسه كان يرسل القصيدة ذاتها لكل فتاة يحاول التقرب منها. لكن تشوفي ترفض تصديق الأمر فورا، وتهز رأسها بثقة مؤكدة أن زهاو كاي شخص صادق ونزيه للغاية. عندها يبتسم بطلنا داخليا بسخرية من ذلك السيد المثالي المزيف، ثم يخرج هاتفه بهدوء ويطلب منها أولا مشاهدة شيء أهم بكثير. وما إن يبدأ تشغيل الفيديو حتى تتجمد تشوفي بالكامل وتتسع عيناها من الصدمة بعدما يظهر على الشاشة زهاو كاي وهو يقبل شيو داخل الغابة في مشهد واضح لا يقبل أي تفسير آخر. تبقى الفتاة صامتة لثوان غير قادرة على استيعاب ما تشاهده قبل أن تنفجر غضبا، وهي تشتم زهاو كاي بعنف وتلعنه لأنها انخدعت بشخص مثله، ثم تلتفت نحو بطلنا بخجل واضح وتعتذر له لأنها أساءت فهمه واتهمته ظلما. لكن بطلنا يجيبها بهدوء أن الأمر لا يستحق الاعتذار، وأن الجيد في الموضوع أنها اكتشفت الحقيقة قبل أن تقع بالكامل داخل فخ ذلك الحقير. وفي تلك اللحظة يعلن النظام ارتفاع مستوى إعجاب تشوفي بشكل ضخم حتى يصل إلى 10% كاملة، مما يمنح بطلنا 100 يوم إضافية من الحياة دفعة واحدة. وبمجرد أن تهدأ قليلا، تقبض تشوفي يديها بغضب وتطلب من بطلنا مساعدتها في كشف الوجه الحقيقي لزهاو كاي أمام الجامعة بأكملها، فيوافق فورا لتبدأ خطتهما الجديدة. وفي اليوم التالي تدخل تشوفي قاعة الدراسة
المدرسة بينما كان زهاوكاي ينتظرها بثقة وما إن يراها حتى يبتسم لها بلطف، لكنه يتفاجأ بنظرتها الباردة الممتلئة بالاحتقار، بينما كانت في داخلها تتساءل كيف أمكنها يوما الإعجاب بشخص خسيس مثله. وفي اللحظة نفسها يعلن النظام ارتفاع مستوى إعجابها مجددا بشكل هائل، ليحصل بطلنا على 200 يوم إضافية دفعة واحدة، فيكاد ينفجر من الضحك داخليا وهو غير مصدق أن الأمر يسير بهذه السهولة. بعدها يقترب منه صديقه السمين هامسا بأنه نجح في اختراق جميع أجهزة المدرسة بالكامل، فيبتسم بطلنا بخبث ويخبره أن الوقت قد حان لمشاهدة أعظم دراما داخل الجامعة. وبعد فترة قصيرة يقف زهاوكاي وسط طلاب قسم الأدب محاولا الظهور بمظهر الشاعر الرومانسي، بينما يبدأ بإلقاء قصيدة عاطفية على يوفاي متغزلا بابتسامتها التي تشبه أمواج البحيرة الهادئة القادرة على تحريك مشاعره. لكن قبل أن يكمل حتى تصرخ يوفاي بغضب طالبة منه التوقف فورا، فيرتبك زهاوكاي ويسألها بصدمة عما حدث. تنظر إليه يوفاي بازدراء ثم تسخر من الوردة الذابلة التي يحاول التقدم بها إليها، وتخبره أنها سمعت كيف أن سيلين أنفق ما يقارب 1,000,000 يوان من أجل لينمو، بينما هو لا يجيد سوى الكلام الفارغ. يحاول زهاوكاي الدفاع عن نفسه مؤكدا أن المال ليس كل شيء، وأنه على الأقل ليس شخصا مزيفا، لكن يوفاي تنفجر ضاحكة وتسأله مباشرة إن كان يعتقد فعلا أن بإمكانه مغازلة فتاتين بنفس القصيدة نفسها. يتحول وجه زهاوكاي إلى الذعر فورا ويبدأ بنفي الأمر بجنون، مدعيا أن يوفاي هي ملهمته الوحيدة في العالم. لكن الفتاة ترفع هاتفها بابتسامة باردة وتطلب منه مشاهدة شيء صغير قبل مواصلة تمثيله. وفي اللحظة التالية يبدأ الفيديو الفاضح بالبث المباشر أمام جميع طلاب الجامعة، حيث يظهر زهاوكاي وشيو في أوضاع حميمة داخل الغابة، بينما يسمع صوت شيو بوضوح وهي تطلب منه التمهل. يتحول وجه زهاوكاي إلى اللون الأبيض بالكامل ويبدأ بالصراخ كالمجنون مطالبا الجميع بإيقاف البث فورا، لكن الكارثة كانت قد وقعت بالفعل. وفجأة يقتحم مدير المدرسة القاعة وهو يرتجف من شدة الغضب، ويعلن مباشرة طرد الطالبين الظاهرين في الفيديو، مؤكدا أن الجامعة لن تتسامح مع مثل هذه التصرفات أبدا، كما يتوعد أيضا بمعاقبة الشخص الذي نشر البث داخل المدرسة لأنه تسبب بتشويه سمعة المؤسسة بالكامل. وبعد وقت قصير يتم استدعاء بطلنا وتشوفي إلى مكتب المدير، حيث يبدأ الرجل بتوبيخهما بغضب شديد متسائلا كيف تجرآ على فعل شيء تسبب بهذه الفضيحة الضخمة للجامعة. لكن تشوفي تتقدم فورا وتحاول تحمل المسؤولية كاملة، مؤكدة أن الخطة كانت فكرتها وأن سيلين ساعدها فقط، لذلك إن كان هناك عقاب فيجب أن يقع عليها وحدها. إلا أن بطلنا يبقى هادئا تماما، ثم يسأل المدير فجأة إن كانت الجامعة ما تزال بحاجة إلى تمويل من أجل بناء مختبرها الجديد، ويعرض الاستثمار بنفسه مقابل إعادة التفكير في العقوبة. ينفجر المدير ضاحكا بسخرية، معتقدا أن طالبا جامعيا يستحيل أن يمتلك 20,000,000 يوان، لكن بطلنا يبتسم بهدوء ويخبره أن هذا المبلغ بالنسبة له مجرد مصروف جيب، ثم يلتفت نحو يوفاي ويطلب منها رقم بطاقتها البنكية. فتتجمد الفتاة من الحيرة متسائلة لماذا يحتاجه أصلا، لكنه يطلب منها فقط إعطاءه الرقم وستفهم كل شيء لاحقا. وبعد ثوان فقط يصل إشعار إلى هاتفها يؤكد استلامها تحويلا بنكيا بقيمة 1,000,000 يوان كاملة. وفي اللحظة نفسها يعلن النظام أن المضيف أنفق 1,000,000 يوان على تشوفي، وأن معدل الاسترداد الحالي 10 أضعاف، مما يعني حصول بطلنا على 20,000,000 يوان كأرباح مباشرة. يصاب المدير بصدمة حقيقية ويبدأ بالسعال بعنف، وهو يحدق في بطلنا غير قادر على تصديق ما يحدث، ثم يسأله إن كان كل ما يقوله حقيقيا فعلا، فيجيبه بطلنا بهدوء كامل أن كل شيء حقيقي بلا شك. وبعدها يتكئ على الكرسي براحة ويخبر المدير أنه سمع أن المختبر يحتاج 20,000,000 يوان فقط، ثم ينظر إلى هاتفه متظاهرا بالارتباك قبل أن يضحك بخفة ويقول إنه يبدو أنه أخطأ وكتب صفرا أقل من المطلوب. وفي اللحظة التالية مباشرة يصل إشعار جديد يؤكد تحويل 20,000,000 يوان إضافية إلى حساب يوفاي، ويعود النظام ليعلن مجددا أن المضيف أنفق 20,000,000 يوان على تشوفي، وأنه حصل بالمقابل على 200,000,000 يوان كاملة كاسترداد نقدي. تتجمد تشوفي من الصدمة بالكامل وتحدق فيه غير مصدقة أنه حول كل هذه الأموال إلى حسابها الشخصي، ثم تبدأ بالذعر وتحاول إعادة المبلغ إليه فورا،
لكن بطلنا يوقفها بهدوء ويخبرها أن الأمر لا يهم، لأن الجامعة كانت ستطرده على أي حال، لذلك عليها ببساطة التبرع بالمبلغ للجامعة. بدلا من ذلك، وفور سماع كلمة التبرع، يتغير موقف المدير في ثانية واحدة، فيسعل بخفة ثم يرسم ابتسامة مزيفة على وجهه، مؤكدا أنه لا أحد تحدث أصلا عن طردهما، وأن الاثنين أصبحا الآن فخر الجامعة بالكامل. لكن تشوفي ما تزال خائفة من الاحتفاظ بمبلغ ضخم كهذا، فيقترب منها بطلنا ويهمس في أذنها بأن الأموال قانونية بالكامل ومسجلة باسمه رسميا، لذلك لا داعي لأي خوف. وعندها يسارع المدير بدوره للتأكيد أن التبرع سيتم تسجيله باسمها رسميا، وأن كل شيء سيكون قانونيا تماما. فيبتسم بطلنا بخفة ويقترح تسجيل التبرع باسمهما معا، لتتفاجأ تشوفي أكثر من اهتمامه بها. وفي تلك اللحظة يعلن النظام ارتفاع مستوى إعجاب تشوفي مجددا بنسبة 40%، مما يمنح بطلنا 400 يوم إضافية من الحياة دفعة واحدة. لكن بطلنا لم ينتهي بعد، إذ ينظر إلى المدير ويخبره أن لديه شرطين إضافيين: الأول بناء صالة فنون قتالية حديثة خاصة بتشوفي، والثاني منحها أعلى منصب وأعلى راتب داخل الجامعة طالما رغبت بالبقاء فيها. ولم يتردد المدير ولو للحظة، بل وافق فورا، وهو يمدح موهبة تشوفي ويؤكد أنها من أعظم طالبات الجامعة، وأن أعمالها منشورة بالفعل في مجلات كبيرة، وأنهم بالتأكيد يرغبون بالاحتفاظ بموهبة مثلها. أما تشوفي فبقيت تنظر إلى بطلنا بعينين واسعتين، غير قادرة على فهم سبب قيامه بكل هذا من أجلها. وفي اللحظة التالية يعلن النظام مرة أخرى ارتفاع مستوى إعجابها 30% إضافية، مما يمنح بطلنا 300 يوم جديدة، ويجعل رصيد حياته الكلي يصل إلى 887 يوما كاملة. ثم يضيف النظام بنبرة ساخرة وهو يهنئ مضيفه بأنه نجح أخيرا في كسب حق العيش ل3 سنوات إضافية كاملة، بعدما كان قبل أيام قليلة على بعد 5 ثوان فقط من الموت الحقيقي. وبينما كان بطلنا يستمتع بانتصاراته المتتالية، يعلن النظام فجأة حصوله على فرصة سحب عشوائية محدودة الوقت، فيبتسم بفضول، لكنه لا يهتم كثيرا بالأمر في البداية. وبعد فترة قصيرة تصله رسالة على هاتفه من لين تشكره بلطف، ثم تخبره أن لديها مفاجأة خاصة له هذا المساء. يبتسم بطلنا بخبث وهو يدرك فورا أن هذه فرصة جديدة لزيادة نقاط الحياة، لذلك يتوجه مساء إلى منزل لين.